لقوا في حاجة مش طبيعية. طبعا الراجل بيفتح الشوال واتصدم لما شاف البنت مرمية داخل الشوال دوت. طبعا على طول بيبلغوا الشرطة وبيبدأوا طبعا يعملوا تحركاتهم وتحرياتهم لحد ما بيعرفوا ان اللي عمل كده الست اللي ظاهرة قدامكم في الصورة دي. الست دي المفروض ان هي من القرية بتاعتهم اللي كانت بتدور عليها برضو معاهم، والمفروض ان هي طبعا بنتها تبقى صاحبتها. استدرجت البنت لما راحت عندهم يعني الصبح وكده بتلعب مع البنت، لقت في ودنها حلق ذهب، وكذا مره حرجنا في الموضوع ده وقلنا بالله عليكم بلاش الاطفال تمشي بذهب في ودنها او في ايديها او في اي حاجه، لان احنا بقينا في ايام صعبه، فاي حد ممكن الشيطان يهيأ له انه ممكن يعمل اي حاجه عشان خاطر ملمين. تمام. البنت طبعا استدرجت البنت وخدت منها الحلق بتاعها، وخوفا من افتضاح الامر فخنقت البنت لحد ما ماتت في ايديها، وبعد كده حطيتها في شوال ورمتها في ارض زراعيه. طب انت جالك قلب ازاي تعملي كده؟ يعني جالك قلب ازاي وانت عندك طفله زيها انك تعملي كده في بنت؟ طب انا عايز اسال سؤال، لو بنتك اللي مكانها كان ايه رد فعلك؟ كنت هتعملي ايه؟ مش هقدر اقول حسبي الله ونعم الوكيل، امانه عليكم، خلي بالكم من اطفالكم. ما تدوش الامان لاي حد، انا مش بخوفكم والله، ولكن احنا للاسف الشديد وصلنا لمرحله مش كويسه، اللي هو يعني عشان تودي بنتك او ابنك عند حد لازم تكون واثق تماما انت بتوديه عند مين، وتبقى عارف هو بيتعامل مع مين عشان خاطر ما ترجعش تندم ندم كبير جدا. سلام. ربنا طبعا يعني يرجع لها حقها، وحسبي الله ونعم الوكيل في الست دي. طبعا تم القبض عليها وحاليا محبوس 4 ايام عزيمه تحقيق، وربنا يرحم طبعا الطفله ويصبر اهلها على فراقها.